إسرائيل أنا أقول لك بصراحة، إسرائيل أولا فضلت الوساطة المصرية على الوساطة القطرية. اليوم حسب ما نشر في إيلاف، اليوم في مصدر الإيلاف، ربما إسرائيل تفضل، لا أعلم إذا هذا الموضوع صحيح ولا لا، ربما إسرائيل تفضل الوساطة القطرية لأن لقطر هناك تأثير أكثر على حركة حماس من تأثير مصر على حركة حماس. طيب أعطي حق الرد للسيد أسامة، تفضل سيد أسامة. طيب أنا عايز أقول لإيلي نيسان بلاش نضحك على بعض. مفيش سوبر ماركت للوساطة، أنا أنقي ده وأنقي ده وأنا أفضل ده وما أفضلش ده. ماشي، أنا عايز بس تبقى في دماغك أن الوساطة المصرية بناء على إلحاح إسرائيلي. عدا ذلك الإدارة المصرية، الشعب المصري كله في غنى عن هذه الوساطة ولا نريدها. إذا كنتوا عايزين تسمعوها من مسؤول إن شاء الله تسمعوها، بس دي لأول مرة بقى تسمعها من مواطن. الله الغني يا سيدي، إحنا عندنا بإيه من هذه الوساطة؟ طيب دعني أسألك قلنا بكل شيء، في النهاية نحن نتهم بكل شيء. طيب يا أخي، ده احنا ما سمعناش كلمة متشكرين. طيب يبقى ليه؟ هو يقول عايزين هذه الوساطة. هو يقول روحوا بقى هاتوا نقوا وساطة من